في أمريكا وأوروبا الكلاب الضالة ممنوعة، والقانون بيوصل للقتل الرحيم. طب ما نطبق ده عندنا ونخلص. هو الفرق في إيه يعني؟ الفرق إنك بتقارن حاجتين مش شبه بعض أصلا. تخيل كلب جيرمان شيبرد كان عايش في شقة في المعادي وهرب من البلكونة ونزل الشارع. ده كلب ضال، كلب ضل الطريق عن بيته وبقى في الشارع، ومش مهيأ يعيش في الشارع لوحده، ومحتاج حد يلاقيه ويرجعه أو يتبناه. أما الكلب البلدي أو كلب الشارع أو الكلب الحر، فأمه وأبوه وجده وجد جده وجد جده عايشين في الشارع أو يمكن في نفس الحي من مئات السنين، فهو في الشارع في بيته في موطنه الأصلي، مش ضال عن مكان تاني. وفي أمريكا معظم الكلاب اللي موجودة في الملاجئ هي كلاب ضالة عن صحابها. مفيش مجموعات مستقرة في الشوارع، البيئة مش مفتوحة، المدن مخططة كويس، في أسوار، في رقابة. أما في مصر والهند وتركيا ف75% من كلاب العالم أصلا هي كلاب حرة free ranging dogs، يعني الكلاب في الشارع في الغرب استثناء، أما إحنا بنتعامل مع القاعدة الطبيعية. والفرق في المصطلحات مش مجرد فزلكة لغوية، ده بيحدد الفرق في الحلول. كلب ضال دور على صاحبه ورجعه له أو اتبنى الكلب، أما الكلب الحر فهو عايش في بيئته، ودورك تدير التعايش ده بشكل صحيح. فقبل ما تقول نقتل ونعمل زي ما دول غربية بتعمل مع الكلاب الضالة، اسأل نفسك الأول، هو أنت فعلا بتتعامل مع كلاب ضالة ولا كلاب حرة، كلاب شارع free ranging dogs؟ لأن الحل الغلط مش بس فشل، ده بيخلق كارثة أكبر. ولو حد قالك إن كلاب الشارع اللي في مصر دي كلاب ضالة، فصدقني فكره هو اللي ضال. وبالتوفيق.